السلام عليكم من فيلم جديد من قناة إسلام. على فكرة احنا بننزل فيلم كل يوم، فتعال القناة، احضر، اتفرج، اعمل شير واعمل لايك وما الحاجات الحلوة دي عشان ايه القناة تعلى بقى. الموضوع كله بلاش يا جدعان. طيب نخش في الموضوع. النهاردة الموضوع هنتكلم على العرب اللي بيجوا أمريكا جداد في أمريكا هنا. طيب أنا خليني أقول لك تجربتي أنا. ماشي، أنا كنت في مصر، كنت بدرس إعلام في جامعة 6 أكتوبر. ما خلصتش طبعا، كنت لسه عمري بتاع 17 18 سنة. جيت أنا وحدي أمريكا هنا. فجيت هنا لا بتكلم إنجليزي ولا عندي شهادة ولا عندي خبرة ولا عندي أي حاجة. ماشي. طيب تعمل إيه؟ طبعا أول حاجة تعملها لما تيجي البلد دي، تركز أول حاجة تعملها إن أنت تتعلم الإنجليزي. ماشي. تعلم الإنجليزي. كنت تتعلمه إزاي؟ المدارس بتعلمك ايوه وكلام زي ده، وفي على فكره في مدارس كتير بيعلموك ببلاش. انت ينفع تروح على الكنيسه بتعلم، الجوامع عندهم برضو حتت بيعلموا، في مدارس بتعلمك. طيب المهم اللي نفع معايا انا رحت المدرسه كذا مره، بس خليك من الموضوع ده. انت تيجي لما تيجي البلد دي طبعا، لو رحت الجامعه ورحت تذاكر مش هيبقى عندك فلوس، فلازم تشتغل وتذاكر، صح؟ طيب انا عملت ايه؟ ما روحتش المدرسه، رحت اشتغلت ايه؟ كاستمر سيرفيس، ببيع. اشتغلت اول ما جيت امريكا، اشتغلت في محل اللي هو عملت لكم الفيلم في الفيلم القديم ده، اسمه محل اسمه تي جي ماكس. قعدت فيه 4 شهور. بالانجليزي بتاعي بمشي بالعافيه بقى، مشيت. اللي بعديها جات لي اشتغلت ايه؟ اشتغلت سكيورتي، اللي هو انا ايه، طبعا دي معروفه في امريكا، اي واحد عربي والله واحد افريقي بيجي من افريقيا ولا من العرب بيشتغل سكيورتي، لانما شغلها سهله. تاخد 13 في الساعه، تكون قاعد كده يا معلم في الكرسي ونايم، بس اللي بتسويه كده ده اللي بتعمله. فالموضوع بجد رخم. فانت لو عايز تيجي هنا وتقعد تشتغل سكيورتي وما تعملش حاجه في حياتك، انت ممكن تعمل الكلام ده، تاخد 16 ساعه في الساعه، تعمل لك 40 ساعه في الاسبوع اللي هي الفول تايم 40 ساعه، 80 ساعه في الاسبوعين وبتقبض. فده الموضوع. ف الكومفورت زون اللي هو بتيجي هنا بتقعد بقى ايه، تشتغل سكيورتي وتشتغل حاجات زي كده، عمرك ما هتتعلم انجليزي. انا نطيت، انا اشتغلت بتاع 17 شغلانه في البلد دي. انا اشتغلت، انا اقول لك خلينا نعدهم مع بعض. اشتغلت في محل اسمه تي جي ماكس في 2005 بيبيع هدوم. اشتغلت سكيورتي اوفيسر، ماشي، 3 سنين قاعد كده بقى، ماشي، 3 سنين. دي ال3 سنين اللي بجد ضيعت فيهم عمري. انا ما اتعلمتش فيهم اي حاجه، ولا انجليزي ولا اي حاجه. بعد 3 سنين رحت محل تاني بتاع هدوم، اشتغلت في محل بتاع ديزل في واشنطن دي سي. ده بقى اللي مية 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 مية، تتكلم على الزباين وتاخد وتدي فاهمني، بقيت مية مية. اشتغلت، سبت الديزل بعد سنة ونص، اشتغلت في محل تاني اسمه ألدو. ألدو برضو ايه، بتاع جزم، ابيع جزم هنا وها شوية شوية، ومع الأخبار ومع نفسك انت قاعد في البلد شوية شوية تلاقي نفسك بتتكلم بقى ايه، الموضوع بقى ماشي معاك، فاهمني. فالفيلم ده على موضوع الكومفورت زون. الكومفورت زون يعني ايه؟ الواحد اللي بيستريح في المكان اللي هو قاعد فيه. جات لك شغلانه في مثلا في محل قعدت فيها، ما تقعدش بقى ايه 5 6 سنين 7 سنين، تقعد 9 سنين قاعد في نفس المكان. لا، انت جاي بلد جديد، نط في كذا شغلانه، اقعد نط جرب الشغلات كلها. انا اشتغلت دليفري بيتزا زي ما قلت لك، اشتغلت بيتزا، اشتغلت محل هنا، محل هدوم، اشتغلت في مطعم، اشتغلت في اي حاجه لحد ما اشتغلت في الاي تي. دلوقتي بقى لي 7 سنين، لا 8 سنين شغال في الاي تي. فالواحد بيبتدي من تحت وشويه شويه بيطلع لفوق، زي السلالم، تطلع واحده 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 واحده. فده الفيلم النهارده يا جدعان. فلما تيجي هنا ما ابعد من العرب، خليك صحاب معاهم. انا اصحابي عرب، بس ما تشتغلش مع عرب، ما تشتغلش مع عرب، دي صريحه بجد يعني، ما تشتغلش مع عرب. وخلي يعني المعامله مع العرب، خليك يعني هم صحابك. انا عندي صحاب عرب كتير، بس ما تتكلم معاهم بالانجليزي عشان انت عاوز تحسن الانجليزي بتاعك، فاهمني. انت جيت البلد دي عشان تتعلم انجليزي، عشان تحسن من نفسك، عشان تعمل لك وظيفة، عشان تجيب لك عربية، عشان تقدر تبعت فلوس لأهلك في مصر ولا في السودان ولا في المغرب ولا في الجزائر ولا أي في حتة أنت عايزها. فأنت جاي هنا عشان سبب تعمله. ما تقعدش بقى إيه زي الناس كتير بشوفهم هنا. يعني عندي في ناس كتير أنا أعرفهم لحد دلوقتي شغالين سكيورتي
الناس اللي شغاله في مطاعم. دي الناس اللي هي طبعا البني ادمين بتختلف. في ناس يعني ما عندهاش الطموحات اللي هي تمشي تدور وتشوف شغل احسن وحاجات زي كده. فبرضه يعني انت بس حاول تحسن من نفسك شويه، حاول انت ما تكونش قاعد في نفس الشغلانه، حاول انت تشوف وتعمل كونكشن، تشوف ده وتشوف ده وتشوف كده وتشوف هنا. يعني الشغلانه اللي انا شغالها دي اشتغلت مع واحد، انا شغال في الاي تي دلوقتي ما انتوا عارفين. الشغلانه دي انا اصلا ما كنتش اعرفها، انا كنت شغال في شركه تانية بتاعت اي تي في الحكومه، كنت كونتراكت ماشي. الكونتراكت بتاعي جه انتهى في 2018، قالوا لي يا اسلام الكونتراكت بتاعك انتهى ومش عارف ايه وكلام زي ده. بمعنى صح لما تكون شغال معاهم 4 5 سنين كونتراكت كده بيقولك يلا مع السلامه عشان الفلوس. يجيبك انت بقى، انت لسه جديد بقى في امريكا بقى ولسه وحريف بقى ودلع، يقول لك دي $30. طب ارفد اسلام بقى، اسلام بياخد $40 في الساعه، ارفد اسلام. ما هو احمد ده هيعمل نفس الموضوع، ولا محمد ده ولا مصطفى ولا جيمس هيعملوا نفس الشغل اللي بيعمله اسلام وهياخدوا فلوس اقل من اللي بياخدها اسلام. فطبعا الامريكان بقى هنا ولاد كلب، فاهمني؟ انت بتعمل فلوس اكتر، لا انا زقه جيب لك واحد تاني فاهمني عنده خبرة بسيطة ياخد اقل ويعمل نفس الشغل. فده اللي بيحصل هنا. فانت تعود انت تنط في اشغال، فاهمني؟ تعود انت ايه، ما تقعدش في الشغلانه نفس مده سنه، اقعد سنه سنتين. وفي ناس بتقعد هنا تقول لك، طبعا في ناس هتقعد في الكومنت تقول لي لا او يا اسلام ما ينفعش الكلام ده، انت لازم تخليك في وان ستيبل جوب، تخليك في نفس الشغلانه. الكلام ده غلط، والكلام ده من واحد هنا دلوقتي انا شغال في الاي تي، وانا دلوقتي السينيور هنا في المستشفى الحمد لله. يعني احنا العرب يعني دايما بنحب نعلي من نفسنا وبنحب نعلى ونخلي نفسنا احسن ونعمل فلوس وكلام زي كده. فانا اشتغلت 17 18 شغلانه في امريكا قبل ما اشتغل في الاي تي عشان اتعلم انجليزي، عشان اجيب خبره، الحاجات دي كلها. طبعا برضو في الخبره انا اقول لك حاجه، لما اشتغلت سكيورتي في حاجات بتعملها يعني بتساعدك. لما اشتغلت سكيورتي، عارف انت السكيورتي فيه كاميرات بتعلق كده، فمره واحده منهم خربت، رحت صلحتها. رحت في السي في بتاعتي في الريزومي رحت كتبت ان انا شغال ايه، بصلح اي تي، بعمل كاميرات وكلام زي كده. الموضوع ده علي فوق. عرفت بقى ان ايه، في السي في بتاعتك تكتب الكي ووردز اللي هي اي تي والحاجات زي كده. فانت لو عندك واحد صاحبك بتعرفه لذيذ جامد قوي عايش في امريكا ولا انا، فاهمني؟ تقول لي يا اسلام انا هستعملك ان انت ريفرنس، وهستعملك انت المدير بتاعي. حتى انت شغال في ماكدونالدز ولا شغال في محل بتاع قول لهم مثلا انا كنت شغال في اي تي، واديهم اي اسم بتاع شركه، واديهم رقم تليفون واحد صاحبك يكون بيتكلم كويس، عشان لما يتصلوا بيه يقول لهم يا جماعه آم آم احمد قدم في الشغلانه دي تشغله. طبعا صاحبك هيتصل يقول لك لا. فانا عملت الموضوع كذا مره على فكره، بجد عملت الموضوع ده كذا مره. فامريكا مش نظام كل حاجه ماشيه بالنظام، حاجات زي كده. انت بتكون واحد حريف فاهمني ومدلع نفسك وبتاع، حاول ما تركزش في حاجه واحده، قاعد هنا وهنا، عشان امريكا فيها كذا اشغال وفيها كذا حاجه، فيها حاجات كتير قوي فاهمني. فانت ممكن تيجي هنا عاوز تدرس طب فاهمني، تيجي هنا تلاقي الطب ما نفعكش. طب ايه، تشوف حاجه تانية. مش هتقعد تكمل حياتك بقى 20 سنه لسه لا لا ادرس بقى في الطب فاهمني. انت قاعد 20 سنه في امريكا، جيت امريكا معاك شهاده طب وقاعد هنا لسه اهو انا هكمل طب. ما انت قعدت لك 10 سنين 20 سنه ولسه قاعد ما عملتش طب فاهمني. لا انت تيجي هنا خليك ذكي، اي شغلانه خدها، ولما تاخد الشغلانه تكون عارف ان انت مش هتقعد في الشغلانه دي لمده سنه سنتين، اقعد تفتش في شغلانه تانية، دور في شغلانه تانية كده. فكل ما يكون عندك شغل اكتر كل ما هتتعلم اكتر، هيفتح لك مخك، هتشوف الكاستمر سيرفيس بيشتغل ازاي، تتعامل مع كذا بني ادمين، اللي كويس واللي وحش فاهمني. الحاجات دي كلها تجارب هتقابلك وانت ما تيجي هنا في امريكا. الحاجات دي كلها عدت عليا انا هنا فالحمد لله يعني، فكلها good experience يعني مفيش حاجة وحشة. فالطموح يا جدعان، خلي عندك طموح فاهمني، وما تخليكش قاعد في نفس المكان. ده الفيلم بتاع النهارده، مع السلامة.